معاكم دكتور محمد محروس. انت، ايوه انت، شايل طاجن ستك ليه؟ طبعا هتقول لا مفيش، الحياة صعبة والفلوس قليلة وتعبان والظروف والدنيا سودة. دي جمل معتادة اما حد يكون شايل هم ومركز معاه. عاوز اقولك ان الحزن اوفى صديق. فكر بس كده فيه، هيجيلك. طب قرب منه يجري عليه ويلازمك، ولا يمكن انه يسيبك. مش بقولك وافي جدا؟ الحالة دي اسمها اضطراب الشخصية السلبية، ودي بتبان للي مش بيحبوا الحياة ودايما بيقولوا الدنيا واقفة عليا والحظ مش معايا. لو هتقوله في حاجة مضايقاك فضفض، هيقولك عندي 3 مشاكل بس. تقول له ايه هما؟ يقولك متضايق من العيش والعيشة واللي عايشينها، ويقفلها في وشك. وبيبقى في نوع تاني اسمه مدير عام السلبية. دول مش بيستمتعوا بحاجة مهما كانت، فلو راحوا رحلة في البحر يقولوا ايه؟ الشمس حر والبحر غويط والرمل زعلان. بيبقوا مش عايزين يستمتعوا باللحظة. ممكن طبعا نتفق ان الحياة دايما فيها اوقات صعبة ومحن، بس في نفس الوقت الطريقة اللي بنتعامل بيها معاها بتحدد ازاي هنمر بكل التحديات. الشخصية السلبية أو الشخص السوداوي أو صاحب الطاجن مش بس بيمثل مشكلة لنفسه، إنها بتأثر على كل الناس اللي حواليه، زي الشوكة اللي بتحطها في قلبك وقلوب الناس اللي حواليك. الشخصية السلبية بيتكون من أشكال مختلفة، ممكن تكون نتيجة لتجارب حياة صعبة أو طموحات محبطة. مهم أوي إن احنا نعرف صفات وأنواع الشخصيات السلبية وإزاي نتعامل معاها على سبيل المثال وليس الحظر. في عندنا الشخص التشاؤمي، وده بيشوف دايما الجانب السلبي من الأمور حتى داخل الأمور الإيجابية. الشخص الشكاك، وده ما عندوش سمة ثقة في نية الناس. وفي الشخص النداب، وكلنا عارفينه طبعا، وده بيميل للتفكير في الأمور السلبية وتكرارها في ذهنه، ويفضل يعيد ويزيد فيها آناء الليل وأطراف النهار ولا يمل. في عندنا كمان الشخص الانعزالي، وده بيحب الانعزال عن الناس وبيتجنب العلاقات الاجتماعية. وفي الشخص السلبي الضاحك، وده لأنه مش قادر على تحقيق النجاح فيسخر حتى من نفسه. في كمان الشخص المتسلط، وده بيسعى للسيطرة على الناس وبيعتبر آراءه الشخصية هي الصحيحة فقط. وفي الشخص المستعصي أو الصعب العنيد، وهو بيرفض التغيير ويفضل متمسك بالروتين حتى لو وصل لنتائج سلبية. وفي الشخص المثبط أو المحبط، وده بيكون بسبب ضغوط نفسية دايمة وبينقل الضغط للكل اللي حواليه. طيب، ازاي نتعامل مع الشخصية السلبية؟ ممكن بالتواصل، اننا نحاول فهم اسباب تصرفاته بدون الحكم السريع. وممكن نحاول تشجيع الجوانب الإيجابية في حياة الشخص وتوجيهه ناحيتها، ومحاولة فهم مشاعر الشخص والضغوط اللي بيواجهها. وفي حالة عدم التحسن في ضرورة من وضع حدود والابتعاد عن الطرف السلبي للحفاظ على التوازن بتاعك، إعمالا لمبدأ اعتزل ما يؤذيك. يا جماعة الشخصيات السلبية دي ممكن تأثر على حياتنا بشكل كتير، وده يحتاج مننا اننا نتعلم ازاي نتعامل معاها. وفي المقابل الشخصية الإيجابية بتبث الطاقة الحلوة في كل مكان، وبتكون محفزة للنجاح، وعندها قدرة على رفع المعنويات وتحفيز التانيين. دي ليها تأثير كبير على العلاقات الاجتماعية، فحاول تكون ده. الحاجة التانية هي الأثر النفسي والاجتماعي للشخصية السلبية. الشخص السلبي بيكون محط غضب استياء الناس اللي حواليه، وده بيخلق جو سلبي ومؤثر على العلاقات الشخصية والمهنية. وممكن نعرف كويس ان الاحباط والسلبية معدية جدا وبتتعاظم على المدى الطويل، وده ممكن يوصل لدرجة ان الشخص يفقد فرص حياته ويحس بالعزلة. الحاجة التالتة والأهم هي كيفية علاج الشخصية السلبية. أول حاجة هنحاول نفهم سبب السلبية دي إيه. هل هي نتيجة تجارب سيئة
أو فشل مضى، أو إنه عاوز يشعر بوجوده بالطريقة دي. بعد كده هنحاول نغير نظرته للحياة ونركز على الجوانب الإيجابية. العلاج بالاستحسان يا جماعة أنا بشوفه من أفضل طرق العلاج. لما يبقى في حاجة كويسة وأبدأ أعمل لها هالة من الاهتمام، هو كمان بيحاول يعمل زيها. ولو أنت حاسس إنك شخص سلبي، لازم تبدأ بالتغيير من جوه دماغك، ونعمل تمارين إيجابية، نقرأ كتب محفزة، نحاول نبعد عن الناس السلبية، ونقرب من اللي بيحبونا وبيدعمونا. بالتدريج نقدر نغير نمط تفكيرنا ونبدأ نشوف الحياة بنظرة إيجابية. وفي الآخر خلينا نفتكر إن الحياة دايما فيها فرص للتحسين والتغيير، بيبدأ من أنفسنا ومساعدة اللي حوالينا كلهم. نزل طاجن ستك من على راسك وخليك دايما إيجابي ليك وللي حواليك.